الوطني بيبارك الخطوه دي. ده هيرجعنا بقى للكلام على المعارضه المستأنسه وكده. قد ايه الحكومه والحزب انت حاسس يعني ان هم مؤيدينكم او مدينكم مساحه تعملوا ده؟ لانه دايما الاحزاب كانت بتشتكي انها بتتحاصر كل ما تيجي تعمل نشاط. المره دي ولا مؤيديننا؟ لا المره دي مؤيدينكم. مقيديننا. كانوا مقيدينكم زمان. انا اسال حضرتك سؤال. لا جاوبني بقى. لا ما انا هجاوبك. نحن نتحرك في هذا الاتجاه. اولا مطالبتنا بتعديل الدستور، انا بالنسبه لي في حزب التجمع مطالب بتعديلات دستوريه من سنه 81. عد بقى لنا كام سنه. ولما حصلت تعديلات الماده 67 طلبنا باعاده تعديلها وقلنا ان احنا مش موافقين على التعديل ده. طيب اذا كانت الحكومه بتأيدنا، حرف واحد في الصحف القوميه تنشره ان الاحزاب الاربعه دول اتخبطوا في عقلهم وقرروا يعملوا مؤتمر، بلا حرف، ازاي بتأيدنا؟ هتأيدنا ازاي يعني؟ ما شفتش. احنا اول مره اهو في اعلام قومي. احنا ما عندناش مشاكل، احنا بنقول اللي احنا عايزين. بس مشاكل واضح التانيين عندهم مشاكل. عارفين ضوابط ايه والمساحه مفتوحه للجميع يعني. حضرتك انا كمان عايز اقول لك حاجه. التانيين طب ما عندهمش مشاكل. مش ده حدث، مش ده خبر. بلاش يعني خبر كخبر، زي الست اللي اتخانقت مع جوزها، الراجل اللي عمل مش عارف ايه، اللي انتج فيلم. لما تتخانق في حزب التجمع هينشره مثلا، مش كده؟ او حد يشتمني ينشره. لكن لما نعمل حاجه تستهدف يعني النظر الى المستقبل وتصويب الاوضاع، اتمنى على اي حال ان ينعكس ذلك في صحف يوم الاحد بعد الافتتاح بتاع يوم السبت. يعني انا فهمت اجابتك انه مفيش لا دعم ولا تأييد ولا حوار اصلا حول هذا الموضوع مع اي جهه، لا مع اي انسان غير الاحزاب الاربعه، لا مسؤولين ولا مسؤولين حزبيين ولا مسؤولين رسميين. قول لي هم ليه بقوا احزاب اربعه؟ يعني مصر فيها اكثر من 20 حزب، انتوا اكتفيتوا بنفسكم ليه؟ تضحك ليه؟ كل واحد بنفسه لنفسه. انت مش عايز نضحك كمان؟ اضحك، خد راحتك. كمان ايه؟ وكان في حاجه ثانيه قلت لك ما تعملهاش. لا يا دكتور اتفضل. لا هو احنا عندنا تجربه. قبل حزب الجبهه الثلاث احزاب دي شاركت مع 11 حزب تاني. كنا 15 بالحزب الوطني فيما اسمي بالحوار الوطني. الحوار الوطني اللي توقف 2005. لما نتوقف توقفنا لسبب، لان حسينا ان الحوار داخل في ويقف واحد يقول لك انا هرشح نفسي بس هنتخب الرئيس مبارك. طبعا لما تلاقي نفسك قاعد القعده مثل هذا المجلس بتبدا تحاسب نفسك وتراجع البتاع. دخلنا معاهم في توافق بعد كده، وبعدين اكتشفنا انه لا، مش كل الاحزاب عندها القدره على الاحتمال ولا عندها الرغبه في يعني الدخول في معارك او في مواقف قد تبدو صعبه، قد تبدو محرجه، قد تبدو كذا. ولكن على اي حال نحن نكن الاحترام للجميع. بس هل الائتلاف مفتوح لمن يرغب يعني، ولا انتم محددين على نفسكم؟ لا ليه؟ مفتوح لمن يرغب، شرط انه يوافق على الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. وبس احنا متفقين انه نتفق على من ينضم الينا. مسألة طبيعية طبعا. دي مسألة طبيعية. دكتور رفعت، ايه اللي معروض يوم السبت؟ يعني ايه اللي بيعرضه حزب التجمع على المؤتمر؟ ايه اللي معروض بقى؟ المعروض بالظبط هو عدد من التعديلات الدستورية المتعلقة بأسلوب انتخاب الرئيس وحقوق الترشح، اللي احنا بنرى انها حقوق مشددة جدا بحيث تجعل امكانيات الترشح بالغة الصعوبة. وده اللي رد عليه الدكتور البرادعي برد انا اعتقد برضه انه خاطئ، لما قال يعطى الحق لجميع المصريين في الترشح. ما فيش بلد في الدنيا بتعمل انتخابات لرئيس الجمهورية وتعطي الحق لجميع الفرنسيين مثلا او جميع النمساويين في الترشح. في احزاب بترشح وفي كذا وفي شروط موضوعية، لانه افرض جالك 2 مليون مرشح، هتروح بقى حضرتك تختار ازاي؟ ويطبع لك الورقة دي ازاي؟ طب عايز ورقة ايه بقى؟ يعني فيبقى يبقى لازم في ضوابط. بس المشكلة مش ان يبقى في ضوابط، المشكلة ان الضوابط تبقى ليست مانعة، وانا اعتقد ان الضوابط الحالية مانعة. 2 مدد استمرار الرئيس، احنا بنطالب انها تبقى مدتين، 6 و6 12 سنة، مش لأي سبب. لا يعني انا عايز اقول نحن خارجين من اطار المعاندة او ولكن لان ده
هو الوضع الطبيعي الذي يسمح لأي رئيس أو قائد إنه يؤدي دوره، وهو يدرك أن بالإمكان أن يصبح رئيسا سابقا، وبالتالي يدقق في اختيار الناس، يدقق في اختيار المواقف، يدقق في اختيار المساعدين، يدقق في اختيار المعاونين، بحيث إذا حصل بقى يبقى بإمكاني أني أسأل ليه يا سيادة الرئيس لما كنت رئيسا عملت كذا وكذا، يبقى الإجابة جاهزة وهو يتخذ القرار، وهو يتخذ القرار. وده دي تجربة ديمقراطية حقيقية. هناك بقى مطالبة بتعديلات متعلقة يعني بالعمل التشريعي الخاص بالانتخابات وكيفية إدارة العملية الانتخابية بشفافية. وأعتقد أنه الوضع في العالم الآن أصبح يفترض وجود مثل هذه الأشياء، والشعب المصري نفسه أصبح يفرض وجود مثل هذه الأشياء. هل وارد التنسيق يشمل الانتخابات المقبلة، انتخابات مجلس الشورى، ثم انتخابات على الأقل يعني انتخابات مجلس الشعب، أو الاتفاق على اسم مرشح للانتخابات الرئاسية في السنة؟ يعني حضرتك تقصد في الانتخابات نعمل يعني قائمة يعني اتفق على الأقل في الدوائر، يعني شوف حد يفضل حد دوائر تساندوا بعض في مواجهة مرشح حزب، مسألة طبيعية. دي تجربة جربناها كتير ولم تتحقق، لكن فيه أسس. مثلا أنا مقرر إنه لا أرشح أحدا في مواجهة أي رئيس من أو أي قيادي كبير من أي حزب من اللي احنا من الثلاثة التانيين. لكن يعني مثلا مش ممكن اروح ارشح حد في ده من الدكتور أباظة. اعتبر ان ده عيب، رغم ان مرة حزب برضه حليف لينا رشح واحد منه ضد الاستاذ خالد، لكن احنا بنعتبر ان برضه ده مش عمل ايجابي. مثلا ممكن اذا انا ما عنديش مرشح فئات في دايرة وعندي مرشح عمال، فإذا كان مرشح فيه فئات مثلا وفد أو جبهة أو ناصري، يبقى مرشحي يؤيد المرشح ده أو يسانده. ما عنديش في دايرة أي مرشح، يبقى أؤيد المرشح الأقرب إلي من مرشحي الحزب الآخر. أكتر من كده عملية صعبة. ليه؟ لأن الانتخابات دي عاملة زي جنية البحر، تسحب المرشح حتى لو كان هياخد 3 أصوات. لما يدخل بقى ويفوت على القهاوي، اهلا يا باشا ازي حضرتك يا باشا وازاي، يتهيأ له انه نجح، فيجي يقول لك لا يمكن اتنازل، انا هنجح وضامن الدايره. طبعا لانه كمان ما فيش شفافيه، فهو يبقى قادر على ان يلصق الامر بافتقاد الشفافيه. وفعلا الشفافيه بتبقى مفتقده، لكن في ناس بتبقى مفتقده هي نفسها من البدايه. دكتور رفعت، هو ايه الفرق؟ يعني اصلا بلاحظ طريقه كلامك كده، ايه الفرق بين تجمع خالد محي الدين وتجمع رفعت السعيد؟ يعني ان تجمع رفعت السعيد هو تجمع خالد محي الدين، بس يعني بمعنى ان خالد محي الدين لم يزل زعيما للحزب طبعا، بس زعيما ويناقش ويسأل ويعمل وبتاع. لا بس يعني فترة إدارة الحزب اتغير. الفرق في الظروف، طبيعة الحال. طيب إدارة الحزب تتغير، لأن في ناس بتشوف إنه كاريزماتيك كبير، كاريزما زي خالد محي الدين يفرق عن ما في ناس تقول إنه أيام خالد محي الدين كانت يعني مرشحي الحزب في الانتخابات بينجح منهم أعداد، وإنه في فترة رفعت السعيد نفسه متعين في الشورى. طب هو التعيين عيب ولا إيه؟ لا انا عايز اقول لك حاجه علشان احل لك المشكله دي. حل لي بقى المشكله، واضح انها معقداكوا قوي حكايه التعيين. انا بنقل لك المتعقده، انا عايز اقول لك انا مش متعقد من حاجه. منذ تاسس الدستور 23 ووجد نظام المجلسين، مجلس الشيوخ بيعين تلته ويعين من احزاب اخرى ومن شخصيات عامه. يعني ما انا لا اتسول موقعا، ولو انا رايي ان العمليه دي معموله مجامله لشخصي لم اكن لا اقبلها.